بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا احنا الصيف خلاص دخل علينا والجو بقى حر، وطبعا عايزين الحاجات اللي دايما الساقعة المنعشة اللي بترطب على قلبنا دي. آه، انا هعمل النهارده عصير او الكوكتيل بتاع الكافيهات اللي احنا بنشوف الكوبايات اللي بتبقى في الكافيهات اللي شكلها ملون وشكلها تحفة دي، والولاد بتشوفها بتبقى هتتجنن عليها. هنعمله النهارده في البيت. بصوا، اسهل طريقه اسهل من كده مفيش. هنسمي الله. معايا هعمله بثلاث انواع من الفاكهه، معايا جوافه وفراوله ومانجا. بصراحه هما كانوا متفرزين عندي في الفريزر، لو موجود منهم طبعا فريش مفيش مشكله. اول حاجه معايا حوالي من كل نوع كوبايه كبيره. هعمل ايه؟ هخلطها في الخلاط، وعلى كل نوع هحط ربع كوبايه سكر بما يعادل معلقتين بس من السكر، لان طبعا كل ده هينخلط مع بعضه. هنحطه مع بعض قصدي في الكوبايه. كل نوع هخلطه لوحده، احط معاه نص كوبايه من الميه، نص كوبايه من الميه بس على كوبايه كبيره مليانه مانجا. تمام. و... وربع كوبايه سكر. طبعا هكرر الخطوه في مع التلاتة. كل نوع هحط معاه كوبايه سكر، قصدي نص كوبايه ميه وربع كوبايه سكر بس. هخلطهم كلهم في الخلاط واصبهم في حاجه كده ايه، يعني اي حاجه ليها بوز. لو عندك الكوبايات اللي هي المعياريه دي مفيش مشكله، انا ما عنديش اي حاجه ليها بوز كده. هجيب الكاسات بتاعتي بقى. هنزل اول طبقه هتنزلي بيها عادي جدا. تمام. انا نزلت باول حاجه الجوافه. بعد كده الطبقه التانية هتنزلي، بصوا انا هنا بنزل الطبقه التانية فراوله. هتنزلي من الجناب طبعا واضح خالص. هتنزلي من الجناب بتاعتها، تميلي الكاس بس شويه كده وتنزلي في الجناب الاول عشان تطلع الطبقه ما تنزلش ويتخلط كله ببعضه، وبعدين تنزلي في النص. هنزل بقى بالمانجا. دي الطبقه التالتة. برضو هميل الكاس شويه وانزل في الجناب. بنزل في الجناب الاول وبنزل بالراحه مش بسرعه. تمام. طبعا الفيديو متسرع، لكن انتي بتعملي بالراحه عشان ما ينخلطش كله ببعضه. لو انخلط شويه مش مشكله، ولكن الطبقات برضو واضحه. عملت انا كاستين، وهعمل دي الكوبايات اللي هي البلاستيك اللي هي استعمال مره واحده دي. دي اللي احنا بنشوفها في الكافيهات، في الثلاجات بتاعه الكافيهات دي، هي دي اللي بتبقى موجوده فيه. بصوا اهو. طبعا انا ما عملتهمش كلهم نفس الموضوع، انا عملت اختلافات، مره مانجا تحت، مره الفراوله تحت، مره الجوافه تحت. عملت اختلاف في الكوبايات كلها عشان تعرفي ان هو اي نوع هتحطيه هيعمل معاكي الطبقات عادي. تمام. اهو. هغطيهم بقى في الاخر كده كان فاضل معايا الفراوله، هي اللي فاضل منها شويه، فحطيتهم تاني يعني مش هرميهم من فوق. بصي بقى، عايزه تحطي قطع فاكهه حطي، موز، مانجا، تفاح، اي حاجه. عايزه تحطي كريمه على الوش حطي، مش هتنزل تحت ولا حاجه. وقطع الفاكهه برضو. لكن انا استكفيت بيه كده الصراحه، لان انا كان كل حاجه اصلا عندي في الفريزر متفرزه. تمام. آه زي ما قلت لك اهو، بتنزلي باول طبقه، والطبقه التانية بتبداي بقى تنزلي من الجناب الاول وبعدين تحطي في النص. تمام. تطلع معاكي الطبقات مظبوطه. حتى لو اتلخبطت في بعضها شويه مش مشكله، بس هي كده كده بتبان ان هي طبقات وانواع من العصير يعني. طبعا هو بيبقى تقيل، فعشان كده ما بينزلش وما بيتلخبطش في بعضه. خلاص. بس كده اعمليه بقى في بيتك، وفرحي ولادك بالحاجات اللي بيشوفوها في الكافيهات والمحلات دي وبيبقوا عايزين منها، وبتبقى غاليه قوي على فكره، بتبقى غاليه لان طبعا تعتبر بتبقى فاكهه خالص. بتبقى فيها نسبة مية بسيطة قوي ونسبة سكر بسيطة. على فكرة مش عادب، هي الكمية اللي انت حطيتيها في كل نوع بتظبط معاكي معدل السكر في العصير كله. تمام. بصوا بقى شكلها ما شاء الله عليها. اعملي الكوكتيل في بيتك بأسهل طريقة، وفرحي ولادك واعملي لهم كل حاجة في البيت. بصي الحاجة مش صعبة. انت لو هتجيبي من كل نوع حاجات بسيطة. تمام. نص كيلو ولا حاجة، وهتعملي لهم الحاجة اللي هم عايزينها، وكفاية انك عارفة هي معمولة ازاي، وكفاية انك عارفة جودة الحاجة ايه، وانتي اللي عاملاها في بيتك بايديكي ما شاء الله يعني.